في هبوط جديد فرح ناس كتيرة، بس في نفس اللحظة خوف ناس تانية جوه السوق. أسعار الفراخ رجعت تنزل تاني بعد ارتفاعات بسيطة الأيام اللي فاتت، والفراخ البيضة وصلت في المزرعة ل 62 جنيه للكيلو بعد ما كانت ب 65، وبتوصل للمستهلك النهاردة من أول 75 جنيه حسب المكان. بس السؤال المهم هنا، هل ده انخفاض حقيقي مستمر ولا هدوء مؤقت قبل موجة تانية؟ الفراخ الأمهات نزلت ل 41 جنيه في المزرعة وبتتباع للمستهلك من أول 55 جنيه. الفراخ الساسو سجلت 75 في المزرعة وبتوصل للمستهلك من أول 87 جنيه. الفراخ البلدي ب 105 في المزرعة وللمستهلك من أول 120 جنيه. المفاجأة كانت في البانيه اللي نزل من 200 و 240 وما بقى ما بين 160 و 180 جنيه في بعض المحلات، يعني فرق أكتر من 40 جنيه انخفاض. الأوراق من 70 ل 90 جنيه، الأجنحة من 70 ل 80 جنيه، جوز الحمام ب 190 جنيه، البيض الأحمر ب 70 في الجملة وب 100 للمستهلك، البيض الأبيض ب 70 في الجملة و90 للمستهلك، البيض البلدي ب 110 للمستهلك. لكن هنا التحذير جاي من المنتجين، لو الخسائر استمرت مربيين كتير هيخرجوا من السوق، وساعتها الانخفاض اللي بنفرح بيه دلوقتي ممكن يتحول بعد شهور لأزمة وارتفاع جديد.